والله لسه فيك حيل تعافر يا زمالك، ولسه عضميتك شديدة وتستحمل وبتستحمل، ولسه هتستحمل الظروف اللي أصعب من كده واللي أكتر من كده كمان. الزمالك بيطلع من موقعة الأهلي في استاد القاهرة بنتيجة مرضية لكتير من الناس، ولكن مش مرضية بالنسبة لي خالص. الزمالك بيقدر يتعادل مع الأهلي 1-1 في ماتش كان صعب جدا، التوتر فيه طاغي. ولكن لما تيجي تسألني انا هقولك ان نتيجة التعادل ما كانتش مرضية جدا بالنسبة لي، مع ان اصلا لما كنت تيجي تسأل اي حد قبل الماتش ده يقولك اللي يقولك 3 4 5 ومع الرأفة كل ده طبعا. بس لما تيجي بقى تبص للماتش نفسه، لا، ده اللي نازل مع الفرق الكبير في السكوادات. يعني في فرق كبير واضح اصلا لكله، في فرق بين السكوادين كبير، في فروقات فنية كبيرة، في فرق في العناصر وفي الكواليتي بين هنا وهنا كبير. بس لما تيجي تبص للماتش نفسه، لا، انا كواحد انا التعادل مزعلني جدا. كنت اقدر اخطف الماتش ده، لان الاهلي مش هيجي لك فايق، مش فايق زي ما جالك في الماتش ده. الاهلي نزل الماتش زيرو تركيز، اللعيبه ما كانتش مركزه، ومعرفش ليه كانوا في ضغوطات نفسيه. ده انت المفروض اتقل بكتير، انت اللي نزل الماتش على المستريح 2-3. انما انا ازعل ان الزمالك ما كسبش ماتش زي ده. الحاله اللي انت بتنزل فيها ان انت فايق او مش فايق، الاهلي مش هيجيلك كده تاني. كنت تقدر تخطف ماتش زي ده وتبقى كسبت الحرب النفسيه اللي انت شغال فيها من اول الموسم، بتاعت صفقة بن شرقي اللي انا كنت بقول لك عليها، لان دي حرب نفسية. انت الكلام هنا مش فني بقى، انت واحد زي ما قلت لك ان انت بتتكلم على تريزيجيه، فانت مش في حاجة لبن شرقي، بس هو بيلعبها عليك حرب نفسية. فكنت انت لازم تكسب الماتش ده، ونزلت ولقيت الماتش خدمك، ولقيت الاهلي مش فايق، لا كنت تقدر تدوس يا معلم. يعني رغم ان الاهلي مش بس في الشوط الاول، لا ده كتوتال ماتش الاهلي كان مستحوذ على الكورة، بس استحواذ بدون خلق فرص. وشوفنا كمان في بدايات الشوط الثاني ان الزمالك لما مسك كرة او ضغط الاهلي شويه، الاهلي بقى عمال يشتت. الاهلي ما كانش عارف يطلع بالكوره. انت لو جيت قلت لحد كده قبل الماتش هيقول لك ازاي يا عم، انت مجنون ولا ايه؟ الاهلي مش هيعرف يطلع بالكوره قدام الزمالك، لان في عناصر تقيله هنا تقدر تطلع بالكوره، وسهل قوي عليها ان هي تطلع بالكوره. الاهلي فيه لعيبه كتيره تقيله، بل بالعكس، ان اللي كان بيطلع بالكرة واللي كان بيخنق نفسه كده عشان ما يشتتش الكرة ويطلع بالكرة على الارض ويبني هجمة صح، الزمالك. وشوف الجون جاي بعد 38 او 39 باص، تحضير دفاعي، يطلع على هاف من الهافات يلاقي الدنيا مزنوقة، يقوم راجع تاني محضر دفاعي تاني. يعني الزمالك ما كانش مستعجل خالص في الكورة، ما كانش مستعجل خالص في حتة ان هو يبني هجمة. يعني الاهلي كان في حته الاستحواذ الاهلي هو اللي كان ماسك كوره. يعني كتوتال ماتش او كشوط اول بالتحديد كمان الاهلي كان ماسك كوره جامد جدا، بس بدون خلق فرص. ما كانش ليك فرص حقيقيه غير كورتين ثلاثه غير الجول. الفكره بقى انه والله وبن شرقي نازل، ما فيش واحد زملكاوي ما كانش عارف ان بن شرقي هو اللي هيحط الجول. ما في، لو تسال اي حد وهو نازل كده يقول لك اه بن شرقي هو اللي هيجيب الجول. الكلام ده بيحصلش غير معانا، ما بيحصلش مع اي فرقه في الدنيا غير الزمالك. الراجل جايب 99 جون وهو نازل كده خلاص هي المية. بس ربك كبير. يعني الزمالك لو كان خسر كده كده، الناس اللي بتتكلم في حتة الأداء كان واضح، أداء الفرقتين كان مش اللي هو، وبالذات الأهلي. الجمهور بتاع الأهلي كان مستني من الأهلي أداء أكبر من كده بكتير، وكله كان هيطلع ينتقد الأداء. بس حتة الأداء دي كان هيتشطب عليها بسبب جون بن شرقي. الماتش ده لو كان خلص 1-0 بجون بن شرقي، حزن، كآبة، عارف انت اللي هو الدنيا كانت هتبقى مطفية خالص خالص. بس ربك كبير وربك بيكافئ المجتهدين. الزمالك اجتهد في الماتش ده. انا قلت زي ما قلت لك، انا ممكن اكون الزملكاوي الوحيد اللي مش مرضي بالتعادل خالص. وكنت من حالة الاهلي ومن فرجتي للماتش، الاهلي يا جدعان ما كانش فايق، والله والله الماتش كان يتخطف منه عادي خالص. والكرة فعلا زي ما قلت لك هي بتدي المجتهد. يعني الحرب النفسية اللي الزمالك داير فيها حتى في ماتش بتروجيت،
يعني لما قالوا لبنتايج ان انت نجم المباراة وروح استلم الجايزة ومش عارف ايه، راح لقى لعيب من بتروجيت هو اللي بياخدها. كسرة النفس والالعاب النفسية دي اوحش من الكرة 100 مرة، اوحش من الكرة بكتير حتة الالعاب النفسية دي. فايه اللي يحصل بقى في ماتش القمة عشان تعرف ان ربك كبير؟ ما يتحفلش بكذا حاجات كتير قوي بقى في حتة بنتايج دي. ان انت يحصل معاك اللقطة دي في ماتش بتروجيت وتروح وتلاقي حد تاني بياخد رجل المباراة وترجع وتتكسر، وتيجي النهاردة تجيب جون وتكون افضل لاعب في الماتش وتاخدها وتكسر الفرحة بتاعتهم، لان هم كانوا هيبص زيطة ما كناش هنخلص كسبانك وبكون بن شرقي واول ماتش ليه والجون المية دي كانت هتبقى ليلة زرقاء، تبقى ليلة حمراء. فربك كبير. بنتايج بيعمل ماتش مش ممكن يا جدعان، مش ممكن. لعيب بكواليتي مرعبة، لعيب مش دوري مصري خالص. في نغمة تانية كده دايرة ان الزمالك ليه ما كانش بيهاجم الاهلي وليه كان بيلعب الجيم الدفاعي ده و3-4-3 صارمة. بص المدرب البرتغالي حتى لو فنيا انت مش افضل حاجة، مش افضل لاعب في الدنيا فنيا، بس رقم واحد عندي الالتزام. مش هتلتزم بمركزك وبالواجبات اللي عليك اترمي بره، اترمي بره ولا ليك لازمة عندي اصلا. ده اللي الزمالك كان بيعمله في الماتش، 3-4-3 صارمة جيم. انا مش عايز اخلق فرق او ما بخلقش فرص كتير، بس ملتزم في الملعب التزام مش طبيعي، مش طبيعي. بيصيروا لعيبه صح. انا ما ينفعش انزل العب الاهلي جيم مفتوح عنده بن شرقي وحسين الشحات واسامه ابو علي وجراديشار وامام عاشور من هيشموا الكرة كده ربع فرصه هيجيبوها جون. وانا لو كان جه فيا جون بدري كان خلاص الماتش كان خلاص فتح وراح بقى الاتنين وتلاتة والكلام ده كله. فانا لعبتها صح، حتة ان انا هاجم الاهلي بظروفي وباللعيبة اللي معايا وبسكواد الاهلي دلوقتي، ان انا العب معاه جيم مفتوح يبقى انا بموت نفسي، بفضح نفسي في الماتش هخسره كتير. فانا شايف ان الزمالك لعبها صح، ما كانش ينفع يهاجم الاهلي ويفتح خطوطه نهائي في الماتش ده. فزي ما قلت لك ان الكرة بتدي المجتهد، الزمالك اجتهد في الماتش ده والتزم جدا دفاعيا، فالكرة في الاخر كافئته، قدر يطلع بالتعادل وكان يقدر يجيب الفوز لان الاهلي فعلا ما كانش في يومه خالص. لعيبه كتير في الاهلي قدمت اداء سيء وما كانتش مركزه نهائي، طلعت بره الجيم بالذات. بعد ما الاهلي جاب الواحد صفر شفنا الزمالك هو اللي ماسك الكرة بطول الماتش. اي نعم انا كنت مستني مكسب، بس الحمد لله التعادل برضه مع سكواد زي ده واسم زي الاهلي، التعادل اكيد طبعا نتيجة مرضية. والكرة فعلا ادت للمجتهد. بنتايج تسلم رجليك يا معلم، كتر خير الدنيا، وان شاء الله الزمالك يقدر يفوق كده ويرجع للمنافسة تاني، والماتش ده يكون دافع كبير ليه ان احنا نشوفه تاني في الصورة ويرجع تاني للمنافسة ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.